السلام عليكم. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ لو انت داخل تالتة اعدادي السنة دي فالفيديو ده مهم جدا ليك، لان وزارة التربية والتعليم غيرت منهج الدراسات الاجتماعية، والنهاردة هنعرف مع بعض هتدرس ايه في الترم الاول، وهل المنهج سهل ولا لا، وايه اهم الوحدات الموجودة فيه. يلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. أول حاجة هتدرسها هي الوحدة الأولى بعنوان الملامح الطبيعية والحضارية لقارات العالم الجديد. في الوحدة دي هتتعرف على قارات العالم الجديد وموقعها، وهتدرس مظاهر السطح فيها، وبعد كده هتتعرف على الحضارات القديمة في الأمريكتين زي حضارة المايا والأستك والأنكا. وفي آخر الوحدة هتتعلم ازاي تمت الكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد. بعدها هندخل على الوحدة التانية، ودي من أهم وحدات المنهج بعنوان مصر في عصر محمد علي وخلفائه. هتعرف ازاي محمد علي وصل لحكم مصر، وازاي أسس الدولة الحديثة، وإيه هي أهم الإصلاحات اللي عملها في الجيش والتعليم والزراعة والصناعة، وكمان هتدرس إيه اللي حصل في عهد خلفائه. أما الوحدة الثالثة فهي بعنوان النظم البيئية في قارات العالم الجديد، ودي هتتعلم فيها أنواع البيئات المختلفة زي الغابات والحشائش والصحاري والبيئات المائية، وكمان هتعرف تأثير التغير المناخي على البيئة. أما آخر وحدة دي بعنوان الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال البريطاني. هتدرس فيها الثورة العرابية وبداية الاحتلال البريطاني لمصر، وبعدها هتتعرف على كفاح الحركة الوطنية ودور الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد في مقاومة الاحتلال. وفي الآخر ده كان منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف الثالث الإعدادي الترم الأول بشكل كامل. ولو حابين أبدأ أشرح أول درس بالتفصيل ونحل مع بعض أسئلة كل درس، اكتبولي في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.